قال الله عز وجل: كيف كيف يكون لهم عهد، وكيف يسامح أمثال هؤلاء الذين متى ظهروا عليكم وتغلبوا لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم. عندما يجلسون معكم يتحدثون عن الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية والسلم الدولي والشرعية الدولية، وترى كلاما أحلى من العسل، ولكنهم في الوقت ذاته متى تمكنوا منكم وأصابوا منكم غفلة وظهروا عليكم قتلوكم شر قتلة. قال الله عز وجل: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لأنه ليس في قلوبهم إلا الحقد والبغضاء عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولكن مع الأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان لا يعقلون ولا يتعظون بما أخبرنا الله عز وجل من خفايا نفوس هؤلاء المشركين.